ماذا بعد قرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطردها من مدينة القدس؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واحتج فيها على قانون جديد يمكن أن يشل فعليا وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. اللوائح التي وافق عليها كنيسة الاحتلال الإسرائيلي تحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنعها من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي قد ينهي عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. مزيد من التفاصيل بالتأكيد حاضرة مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي، واسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ سامي مشعشع الخبير في شؤون الأونروا. أهلا بك أستاذي، صباح الخير، حياك الله. هلا، صباح الخير. أهلا بك، حياك الله أستاذ سامي. كنت أتحدث وأشرت إلى رسالة بعثها غوتيريش لنتنياهو واحتج فيها على قرار الكنيسة الأخير، على القانون الأخير الذي من الممكن أن يشل فعليا الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد ينهي عملها في غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس. هل هذه هي النهاية أستاذ سامي؟ هذا قرار إسرائيلي تماما جائر وغير مسبوق بالتأكيد، ولكنه يوقع الاحتلال الإسرائيلي في عدة إشكاليات قانونية وسياسية يصعب عليه التغلب عليها. إن تحدثنا يعني في ملامحها العامة وفي أصعبها أو أخطرها على الاحتلال الإسرائيلي. يعني نعم، صحيح. الاحتلال عندما قرر تمرير مشروعي القانونين وتم تسجيلهما في دفتر قانون دولة الكيان، كان يدرك تماما تداعيات هذا القرار، ولكنه دحرجه على مدى عدة سنوات، بمعنى أنه استطاع أيضا أن يكوي وعي الأمين العام والمؤسسات الدولية والدول المضيفة والسلطة الفلسطينية وحتى الأونروا ذاتها. دحرجت الأمور، ساعدته في الوصول إلى نقطة الانفصال التي شرعها مشروعي القانونين. الخطورة أين؟ الخطورة أن الأمين العام بالتحديد وله سلطات، له تأثير وله سلطات وله حضور، فهو بالنهاية رئيس العالم إنجاز التعبير، وأن يكتفي بهذه التعابير وبهذه الرسائل وبالإدانة والشجب وأن يقول متحدث الرسمي أن نحن ما زلنا نقيم الأوضاع وندرس القرارات وأن ردنا سيكون سلبيا نوعا ما وغيرها من التفوهات، تشير أنه لا يوجد هناك جدية في التحرك ضد دولة الكيان. نعم، 18 مؤسسة دولية مؤثرة جدا على صعيد العالم أصدرت بيان قبل يومين يقول لا يوجد أي مجال لنا لكي نسد مكان الأونروا. الصليب الأحمر بالتحديد كان له دور مهم جدا في هذا الموضوع، لأن هناك كانت محاولات إسرائيلية وأمريكية بالخفاء لإيجاد بدائل للأونروا، إما الصليب أو منظمة الغذاء العالمي أو كوكتيل من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتحل بدائل للأونروا. على الأقل هذا الموقف من هذه المؤسسات الدولية على صعيد أننا لن نسد مكان الأونروا وهي irreplaceable كما يقولون باللغة الإنجليزية، يعني يمكن استبدالها، هذا جيد، ولكن التحرك ضعيف. التحرك مثلا على ضعف أداء جامعة الدول العربية. يعني سأتركك تستكمل بهذه الفكرة، ولكن يعني تطرقت إلى مسألة مهمة تثير التساؤل. هلأ أستاذ سامي، على الرغم من صعوبة يعني أولا بيان هذه المنظمات الدولية التي أشرت إليها، ثانيا صعوبة وجود فعلا بديل على الأرض للأونروا، المسؤولية في هذه الحالة يعني مسؤولية اللاجئين تنتقل إلى الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة. من الممكن أن يترك اللاجئون دون خدمات، وهذا بالتأكيد له مآلات وله يعني ما بعده. يعني انظري إلى غياب الأونروا القسري والذاتي عن شمال غزة، وكيف ضرب قدرات الناس فوق الإبادة والقتل العشوائي والممنهج. انظري ماذا حل بالناس. على الأقل الوكالة كانت تسد
جزء من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والآن باختفاء دورها بالكامل من الشمال أهل غزة وأهل الشمال يدفعون هذه الضريبة. هذا أيضا أخذ بعين الاعتبار ودرس من قبل الكيان. هم يريدوا بدائل للأونروا ولكن لا يريدوا أن يحلوا محلها. هم يريدوا إيجاد هيئات محلية من عشائر إلى روابط قرى إلى إدارات محلية في معازل، ليس فقط في غزة، ولكن قرار الكنيسة طرد الوكالة من الأونروا بالإضافة إلى الأهمية السياسية لتثبيت وحدانية القدس بالنسبة لهم. هم يريدوا أيضا أن يدحرجوا نهاية الأونروا في الضفة الغربية الآن مع استيلاء سموتريتش بالكامل على مناطق باء بالإضافة إلى مناطق جيم. ومعظم مخيماتنا ومعظم تواجد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في هاتين المنطقتين. هو يريد خلق معازل وإدارات محلية لكي تفي بمهامها الإنسانية والخدماتية للاجئين ولغير اللاجئين في هذه المواقع. هذه هي فحوى الخطة الإسرائيلية. هناك حراك ولكن حراك غير كافي. في مقالة لي بالأمس طلبت تفعيل قرار الجمعية العمومية رقم 377. هذه هي الفرصة والمسرب الوحيد يكاد يكون للسلطة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية أن تبدأ مع حلفائها وأصدقائها في الجمعية العمومية لكي تقفز على الفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي في أي محاولة لطرد دكتور أستاذ سامي، هي عمليا القيادة الفلسطينية كانت قد قررت مساء الثلاثاء الماضي التحرك مع الدول المضيفة من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية، مجلس حقوق الإنسان، باعتبار الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. كيف يعني ترى مثل هذا القرار، وكيف يعني من الممكن أن يكون مثمرا وأن يؤدي الغرض المطلوب منه؟ لن يكون مثمرا مع احترامه الشديد. جربنا هذا المسار مرات ومرات ومرات عبر عقود من الزمن، وأقصى ما سنحصل عليه هو يعني اصطفاف عديد من الدول مع مطالبنا المشروعة، ولكن كافة هذه القرارات وهذه التحركات تفتقد إلى القدرة على التنفيذ. نحن نريد من البداية أن نطرح سقف قوي ونعمل عليه، والبعض يقول هذا مستحيل. ليكن مستحيلا وليفشل، ولكن على الأقل نحن نصبو إلى هدف طرد الكيان من الأمم المتحدة. طرد الكيان عبر مجلس الأمن مستحيل، لأن هناك 3 فيتوات علينا من الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين. ولكن إن وضعنا هذا الهدف وكان جزء من جزئيات هذا العمل هو العمل على إن لم نستطع طردها تجميد عضويتها من الجمعية العمومية، كما فعلت الجمعية العمومية ورئيسها في العام 1974 عندما جمدوا عضوية دولة جنوب أفريقيا البيضاء وبقي كرسيها فارغا ومجمدا، وضعيتها مجمدة حتى العام 1991 عندما تم انتخاب نيلسون مانديلا، وبالتالي رجعت واحتلت كرسيها. بإمكاننا عبر القرار تفعيل القرار 377 في الجمعية العمومية والحصول على تصويت ثلثي الأعضاء في الجمعية العمومية، وهذا ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا. بإمكاننا أن نضع خطوة عملية ملموسة تؤذي الكيان وتفرض على حلفائه أن يفرضوا عليه ويضغطوا عليه لإيجاد يعني مسار آخر غير القضاء على الأونروا. طيب، عندي استفسارين. يعني تماما وصلت الفكرة، أشرت إلى أنها صعبة ولكنها ليست مستحيلة، لا سيما وأن أي مساحات للتحرك أخرى في مجلس الأمن ستصطدم بالفيتو على الأقل الأمريكي، وأشرت إلى أيضا فيتو بريطاني وفيتو من فرنسا. عندي استفسارين أستاذ سامي. الأول متعلق يعني سياسي ومتعلق بوجود ترامب في البيت الأبيض بمرحلة مقبلة في حال وصل إلى إدارة البيت الأبيض بالانتخابات مقررة ب5 نوفمبر بعد 3 أيام. يعني الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن هدية سيقدمها ترامب في حال وصوله للبيت الأبيض لإسرائيل تماما القضاء على الأونروا بالضربة النهائية. كيف من الممكن أن تفسر ذلك وأن تعلق عليه؟ يعني
مصيبتنا نحن أنه سواء ترامب أم هاريس فازا في الانتخابات الرئاسية، كلاهما يضمران الشر للقضية الفلسطينية برمتها. والفرق بين ترامب وهاريس لأن كلاهما تدعمهما الدولة العميقة، والدولة العميقة في أمريكا لديها فرعان، فرع يعني يسير في مسار آليات تنفيذ الأجندة الأمريكانية حسب تصور الحزب الديمقراطي إن شئت، والدولة العميقة التي يعني تمتد عبره، والطرف الآخر هو ترامب والدولة العميقة التي تؤيده بمسارات مختلفة. وبالتالي كلاهما يعني غضب على الفلسطينيين، والسم والسم لهاريس هو أقصى من السم الذي قد ينفذ ترامب إن أصبح رئيسا. كلاهما لا يريد أي كينونة فلسطينية مستقلة، وكلاهما يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى أي فرصة لأن يكون لنا استقلال ودولة. وبالتالي لا فرق بصراحة. هذا يعطيك حلو الكلام الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري وترامب يعطيك الدواء الداء مباشرة بدون أي مواربة. ويعني نحن لوحدنا بصراحة. نعم، جامعة الدول العربية ولأول مرة تطلب من مندوبي الدول العربية ومندوبها في الأمم المتحدة أيضا التقدم عبر الجزائر، وهي العضو غير يعني الدوري في مجلس الأمن لكي يتحرك في هذا المجال، ولكن النتيجة كما تفضلت معروفة في مجلس الأمن. نعم. طب إسرائيليا كمان في عندي استفسار أنا أستاذ سامي، وبعتقد أنه مهم وبستثمر فرصة وجودك معنا اليوم. إسرائيليا على المستوى الإسرائيلي كثير من المصادر الإسرائيلية رجحت أن لا يذهب قرار الكنيست إلى نهايته، وأن يعني تبدأ مفاوضات ربما سرية بواسطة دول مختلفة للتوصل إلى حلول توفيقية بين الاحتلال وبين الأمم المتحدة بزيادة الضغط على الأونروا بالتأكيد للتعامل مع شكاوى الاحتلال والاستجابة أيضا لهذه الشكاوى. يعني كيف من الممكن يعني أن يؤدي ذلك وأن يحدث ذلك أمرا في مسار توجه أو وصول هذا القرار إلى نهايته من عدمه؟ يعني سؤالك ونقطتك جدا جدا مهمة، ونحن يعني خبرنا كفلسطينيين كيف يدير الكيان صراعاته معنا عبر أوسلو، وتجربة أوسلو مرة ولم نتعلم منها وما زلنا نسقط من فخ إلى فخ. أعطوا أنفسهم، الكنيست أعطى الجهاز التنفيذي 90 يوم لتنفيذ قراري الكنيست بطرد الوكالة وأيضا إلغاء الاتفاقية التي وقعت في العام 1967. هم يريدوا جس النبض، هم دحرجوا قضية إنهاء الوكالة عبر السنوات، خصوصا منذ العام 2018 وحتى التصويت. والآن يريدوا ردود الفعل. هل ستنجح بين قوسين الدبلوماسية العربية في إيجاد آلية ضاغطة عليها لكي تتراجع؟ هذا لن يحصل. هل سننجح في تمرير تجميد عضويتها؟ قد ننجح إن توافرت عديد من الشروط وكثيرها غير موجود. وبالتالي هي فترة جس نبض بالنسبة لهم. في 90 يوم يريدوا أن يصلوا إلى قناعة. هل نستولي على مقر الرئاسة وننهي هذا الوجود الرمزي والعملياتي المهم، أم نؤخرها قليلا حتى تتحسن الظروف الدبلوماسية والسياسية؟ أنا تقديري كما تفضلتي أنهم يريدوا أن يفرغوا الأونروا من محتواها، حتى لو بقت بالشيخ جراح، حتى لو بقي مخيم شعفاط يحمل صفة مخيم شعفاط. ولكنهم إن نظرت إلى التقرير اللجنة المستقلة التي أنشأها الأمين العام قبل سنة، تقرير كولونا وهي رئيسة وزراء فرنسا السابقة، قدمت 55 توصية فيما يتعلق بالوكالة، درسها الكيان توصية إن طبقت، وهي طبق جزء كبير من هذه التوصيات داخل جسم الوكالة، إن طبقت بكاملها لا يوجد هناك شيء يسمى وكالة مرتبطة بحق العودة. لا يوجد هناك وكالة تسعى إلى توفير الحماية. ستقوم مؤسسة بهيكل ضعيف هش تعمل على توطين اللاجئين في سوريا، تؤدي أدوار مختلفة عمليا، خدمات إنسانية في الضفة الغربية وغزة والقدس. يعني أنا أذكر ذلك في مقابلات كثيرة أنت تحدثت عن إعادة هندسة أدوار الأونروا، وربما هذا ما تقصده، ولكن يعني في ختام هذا اللقاء أقول يعني ننظر إلى الجانب الإيجابي ونقول بالتأكيد هذه ليست النهاية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي مشعشع الخبير في شؤون الأونروا، تحياتي لك.